هل سمعت يوما عن جنرال خطط لانقلاب لا ليحكم بل ليصلح؟ إنه الجنرال محمد المذبوح. في عام 1971 كان المذبوح في زيارة للولايات المتحدة للإعداد لزيارة الحسن الثاني، وهناك صدم. اكتشف وثائق تثبت أن مسؤولين من محيط القصر طلبوا رشوة ب600 مليون سنتيم لبناء فندق شيراتون في الدار البيضاء، كما كشف أن بعضهم متورط في تهريب المعادن النفيسة. عاد إلى المغرب وهو عازم على مواجهة هذا الفساد المستشري في أعلى هرم الدولة. وبعد وفاته اكتشف الملك أن المذبوح لم يكن يصرف من الهبات المالية الملكية، بل كان يحتفظ بها في مغلفاتها دون أن يلمسها. رجل نزيه كان غريبا على منطق شراء الولاءات بالمال. ذات يوم أبلغ الملك أن المذبوح يدبر انقلابا، فقال له علنا: يا مذبوح، هل ما قيل عنك صحيح؟ ثم عاد للعب الجولف وكأن شيئا لم يكن. أما عباب شريكه في الانقلاب فكان عسكريا طموحا بلا أي توجه سياسي. فهل كانت محاولة انقلاب الصخيرات خيانة للعرش، أم محاولة إصلاح قتلت قبل أن تولد؟